وندرلاند أكثر لعبة كرهتها بصراحة. سأقول لكم السبب. السبب منطقي، اطمئنوا. السبب هو بأنها ليست لها قصة. وبالإضافة هي صعبة جدا. المرحلة الثانية صعبة جدا. هناك الكثيرون من الأشخاص لم تعجبهم اللعبة غيري مثلي أنا. وبالإضافة بدأوا بترويجها كأنها لعبة بقصة. كل الإعلانات وكل الأشياء الرائعة وكل الجرافيكس، أما في اللعبة لا توجد قصة، فقط عالم ملعون، حيث أطفال عندما يموتون أو ما شابه أو يفقدون وعيهم يذهبون إليه ويتضح بأنه عالم الوحوش. أين هي العمق؟ أين هي الدراما؟ أين هي الوحوش الرائعة؟ هناك ألعاب أحسن بكم بأضعاف مضاعفة مثل مستشفى الحيوانات. صحيح بأن مراحلها متكررة، لكن على الأقل لديها قصة أسطورية، وهي من ناحية اللعب أسطورية. لقد أعجبتني جدا.